هو الحاكم على المنهج اللي هيحكم به القاضي. فالقاضي عنده ولاء وبراء للناس على اعتبار انتمائه لجماعة الإخوان. فأصبحت هذه القضية عند جميع الشعب السعودي يعملوا حسابهم ان القاضي اللي هيحكم في المسألة إخواني في الغالب، إلا أن يتأكد ان القاضي يطلع يتبرأ. والمفروض تطهير الكلام ده عن طريق أي قاضي يعلن براءته من الإخوان وحربه على إيه؟ على هذا الفكر التكفيري، وإلا تبقى الحكاية كده مشكلة كبيرة جدا جدا. ونقول لإخواننا، ودي مهمة جدا جدا، نقول لإخواننا اللي هم خايفين لعود الإخوان يرفعوا قضايا علشان القضاة تبعهم، نعم، لا ولا يهمكم، قولوا كلمة الحق ولا تخشوا في الله لومة لائم. صحيح. والقضايا اللي هم هيرفعوها القضاة الآن هم أحرص الناس على إنهم يبرؤوكم منه بعد اللي احنا قلناه ده. نعم. ليه؟ هيحاولوا هم دلوقتي يعملوا حركة غريبة جدا القضاة، انهم يخفوا اخوانيتهم عن طريق الحكم لصالح الشعب السعودي اللي هو الكافر. يعني هيحكم بقى للكافر الشعب السعودي اللي هو كافر عنه عشان ما يزورش اخوانيته، عشان ما يزورش اخوانيته. زي ما دلوقتي السعودي